طبعا كلكم عارفين ايه الكتب الكتير دي المواد المتراكمة عليكم وانتم مش راضيين تقوموا تذاكروها. بس في حلقة النهاردة انا هقول لكم على افضل واسهل طريقة تلموا بيها المواد المتراكمة عليكم وفي اسبوع واحد بس. لان ببساطة انا هقول لكم في فيديو النهاردة على مجموعة من النصايح اللي لو مشيتوا عليها واتبعتوها صح هتنسفوا المواد المتراكمة عليكم، وما هيبقاش في حاجة اسمها مواد متراكمة بعد الفيديو ده. وعلى فكرة كل النصايح اللي انا هقولها لكم في فيديو النهاردة انا مجرباها قبل كده وقدرت اني الم المواد المتراكمة عليا في اسبوع واحد بس، يعني الطريقة مجربة ومضمونة 100%. فعشان كده ما تسرعوش اي جزء في الفيديو او ما تتخطوش اي جزء منه، لان كل جزء في الفيديو مهم جدا ومليان بالنصايح المهمة اللي لو اتبعتوها حقيقي هتدعولي. وعايزة افكركم خلاص ان احنا داخلين على ال1000 مشترك، فاضل لنا عدد مشتركين قليل جدا جدا جدا، وده طبعا بفضل ربنا ثم بفضل دعمكم ليا. فعشان كده اعملوا دلوقتي سبسكرايب للقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو بنزله. ودلوقتي يلا نبدأ. اول نصيحة معانا في فيديو النهاردة هي انكم تذاكروا درس من اول المنهج وتذاكروا درس تاني من اخر المنهج. بالطريقة دي انتوا هتبقوا ماشيين مع المدرسة او مع المستر او مع زمايلكم التانيين اللي مش متأخرين، وكمان هتبقوا انتوا بتلموا بقى المواد المتراكمة عليكم من ورا. طبعا ده لو الدروس مش مرتبطة ببعض، يعني مثلا بتبقى في العلوم مثلا بيبقى في عندنا واحدة بتتكلم عن فيزياء وواحدة تانية بتتكلم عن كيمياء، فحاجتين ملهمش أي علاقة ببعض. فانتوا ذاكروا درس من أول المنهج ودرس من آخر المنهج لو الدروس مش مرتبطة ببعض. بالطريقة دي انتوا كده هتبقوا بتلموا اللي فايتكم وكمان بتبقوا ماشيين مع زمايلكم. تاني نصيحة معايا هي انكم تذاكروا كويس، لان خلاص ما عادش فيه وقت انكم تذاكروا مرة وتذاكروا مرة تانية وتراجعوا كويس، خلاص انتوا اصلا متأخرين. فذاكروا من اول مرة مذاكرة كويسة، يعني تركزوا على كل حاجة، تقرأوا الدرس كذا مرة وتعيدوه كذا مرة. وانا اصلا كنت عامله لكم فيديو قبل كده عن ازاي تذاكروا صح، هسيب لكم اللينك بتاعه في اول تعليق مثبت لو عايزين تتفرجوا عليه، مليان بنصايح مهمة جدا هتفيدكم في انكم اصلا ازاي تذاكروا. فعشان كده اتفرجوا على الفيديو ده وطبقوا النصايح اللي فيه على مذاكرتكم. صدقوني مذاكرتكم هتتغير وهتنجزوا كميات كبيرة من المذاكرة في وقت قليل، وده طبعا هيفيدنا في اننا نلم المواد الكتيرة اللي متراكمة علينا دي. فعشان كده انا بقول لكم ذاكروا كويس جدا وركزوا في الدرس، وخلاص ما تقولوش مثلا هبقى راجعه بعدين، هبقى ذاكره شويه كمان، هذاكره نص ونص واكد عليه بعدين. خلاص ما عادش فيه وقت انكم تاكدوا على الدرس، فذاكروه من اول مره كويس وحلوا كل التدريبات اللي عليه. وطبعا مش معنى ان احنا نذاكر درس كويس اللي احنا نديه اليوم كله، لا احنا هنحاول اللي احنا نركز جدا واحنا بنذاكر عشان ما ناخدش وقت كتير كتير. وطبعا زي ما قلت لكم حلوا كل التدريبات اللي على الدرس، حلوا اكبر قدر من التدريبات على كل الدروس اللي انتوا بتذاكروها، لان المذاكرة هي حل تدريبات. التدريبات دي هي بتدربكم على شكل الامتحان اللي هيجيلكم في اخر السنة. فعشان كده حلوا اسئلة كتير، وكمان حاولوا انكم تحلوا امتحان كده على كل درس انتوا بتذاكروه، تبقى موجود في بعض الكتب الخارجية بيبقى فيه امتحانات على الدروس، حلوها. وكمان بيبقى هاتوا مثلا امتحانات من على النت هاتوا واطبعوها، امتحانات من على يوتيوب وحلوها، أسئلة على يوتيوب وحلوها مع المدرسين. المهم انكم تحلوا اكبر قدر من الأسئلة عشان المعلومات تثبت في مخكم وما تنسوهاش. تالت نصيحة معانا هي انكم تذاكروا كذا مادة في نفس اليوم. يعني مثلا ما تركزوش في مذاكرتكم على مادة معينة وتركنوا المواد التانية او تتجاهلوها، او تقولوا مثلا هنلم مثلا المتراكم عليا في العربي وهسيب المتراكم عليا في الدراسات هبقى اذاكره في يوم فبعدين. لا، حاولوا انكم تلموا المتراكم عليكم في كل المواد يعني في نفس الوقت. ذاكروا في اليوم 3 مواد وقسموهم بقى، مثلا ذاكروا شوية عربي، ذاكروا شوية انجليش، ذاكروا شوية دراسات، وهكذا. طبعا الكلام ده لو انتم مراكمين في كذا مادة، لكن لو انتم مراكمين في مادة واحدة بس ده الموضوع بيبقى اسهل بكتير. لكن لو انتم ما فتحتوش المناهج من اول السنة هيبقى المهمة اصعب. فعشان كده حاولوا انكم توازنوا ما بين كل المواد عشان تيجوا اخر السنة تلاقوا نفسكم لميتوا اكبر قدر من كل المواد، يعني مركزتوش على مادة وتجاهلتوا المواد التانية. رابع حاجة ابدأوا بالمادة الأصعب بالنسبة لكم. يعني مثلا لو هنا أنا قارنت ما بين مادة زي الدراسات سهلة إن هي مثلا ممكن تتلم، ومادة تانية زي الماس صعب إن هي تتلم، فيها أفكار كتير وفيها مسائل كتير وفيها دروس أكتر، فعشان كده أكيد هتختار الماس. يعني مش قصدي على المقارنة هنا ما بين الدراسات والحساب، قارنوا ما بين المواد اللي عليكم واختاروا المادة الأصعب إن هي تتلم، أو المادة الأصعب بالنسبة لكم ابدأوا بيها هي الأول. منها لو خلصتوها هتديكم حافز ودافع انكم تلموا المواد التانية، لانكم خلاص خلصتوا المادة الاصعب بالنسبة لكم الصعبة التقيلة، فالمواد التانية الاسهل هتاخد مجهود منكم اقل.
فيعني ابدأوا بالمادة الأصعب وادوها وقت أكتر وادوها مجهود أكتر من المواد التانية. وطبعا حاولوا انكم تذاكروا مع المادة الصعبة دي مادة تانية جنبها. لو انتوا طبعا مراكمين في كذا مادة لموا، او حتى لو مش مراكمين يعني ما تلموهاش هي بس وتراكموا مواد تانية، لا، اعملوا بالانس، ذاكروها هي وذاكروا معاها مواد تانية. خامس نصيحة، ودي نصيحة مهمة جدا جدا جدا، خصصوا وقت للمراجعة. المراجعة من الحاجات المهمة جدا واللي بتساعد على ان المعلومة تثبت في مخكم وانكم ما تنسوش المعلومات اللي انتوا بتذاكروها. اغلب الكتب بتبقى مخصصة كده جزء للمراجعات، تقدروا يعني تبصوا عليه او تقرأوه، او انتوا راجعوا على مثلا مع مدرسين على النت، او راجعوا اقرأوا كده الدرس مراجعة تاني. المهم انكم تخصصوا وقت في الاسبوع انكم تراجعوا كل الحاجات اللي انتوا ذاكرتوها على مدار الاسبوع. حتى النصيحة دي للناس اللي مش مراكمة، لو مش بتراجعوا انتوا كده يعني ضيعتوا نص مجهودكم، لان المراجعة هتوفر عليكم وقت كتير قوي في اخر السنة في انكم تراجعوا المادة كلها من الاول تاني. حاولوا يا جماعة تسمعوا مراجعات مع المدرسين مثلا على نص المنهج، او على المراجعات اللي هي زي كده، مثلا مراجعة على نص المنهج دي بتبقى مهمة جدا، او مراجعة على الوحدة الاولى في مش عارفة في منهج الجغرافيا، مراجعة على الوحدة الاولى في منهج العلوم. اسمعوهم بيلموا الدنيا معاكم. في حاجة مهمة جدا يا جماعة، انكم ما تركزوش على المواد اللي بره المجموع. لو انتوا اساسا متأخرين يعني اركنوا شوية المواد اللي بره المجموع دي، كده كده هي مش جوه المجموع، هي هتبقى بس نجاح وسقوط ممكن تلموها، يعني بحيث هيبقى هدفكم بس انكم تنجحوا فيها. اما المواد اللي هي جوه المجموع دي هتكون مهمة اكتر فتركزوا عليها اكتر. يعني احنا عندنا في تجريبي عندنا القصة دي بتكون بره المجموع، وعندنا الهاي ليفل والفرنش دول بره المجموع، فانا مش بركز عليهم لو انا متأخرة عشان ألم المواد التانية اللي هي جوه المجموع. اخر نصيحة، حاولوا انكم ما تروحوش المدرسة وتوفروا الوقت اللي انتوا بتقضوه في المدرسة في انكم تلموا المواد المتراكمة عليكم او تذاكروا فيه، لان احنا بنروح المدرسة بنضيع تقريبا من 6 الصبح ل2 الظهر، فلو احنا قعدنا في البيت ذاكرنا في الوقت ده هننجز حاجات كتيرة جدا. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، ولو دي اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديو بنزله. وعايزاكم تكتبولي في الكومنتس انتوا متأخرين في كام مادة او مراكمين كام مادة. وبس كده، باي.